على موسم قادم اذا الله خلاني طيب، واذا استمريت بعملي داخل هذه المؤسسه الكبيره واللي تحظى بحب وتقدير عالي من كل ابناء شعبنا وحتى من حكومتنا، ولولا الدعم الكبير اللي للجماهير الناس اللي كلها، لولا دعم الحكومه والسيد الرئيس بالتحديد، ودعم ايضا الاخوه الاعلاميين اللي ويانا موجودين، صدقني ما نقدر نوصل لكل تحقيق ذلك. لذلك انا اتمنى احنا الان نعمل كمنظومه عمل وكفريق عمل واحد، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احقق حلم الجميع في التاهل الى كاس العالم باذن الله تعالى. قادرين كابتن؟ باذن الله احنا قادرين يا ابو علي. اللي صار انا اعتبره يعني لم يكن متوقع، يعني جد ما كان في بالنا ممكن تتوقع احداث تصير، بس انه انت تحصل نقطه من هاي المباراه دي نعم. ممكن اخفاق تعتبره كابتن؟ انا مو اخفاق، انا اقول لك صدمه. نعم. صدمه، لكن هاي الصدمه يجب ان نقويها ما تضعفنا، ما تخلينا انه احنا نستسلم لشيء معين، بالعكس احنا اليوم لازم ندرس كل مرحله وشلون نعالجها وشلون نتهيأ لمباراتين هي الاهم في التصفيات، لان احنا ما نزال حتى لنا القدره في التاهل كصاحب المركز الاول. نعم. لذلك اتمنى من الجميع، اتمنى مخلصا منكم ومن كل اخواني في كل وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه والمسموعه ومواصله مواقع التواصل الهدوء في هذه الفتره الرجال. المنتخب يحتاج الى هدوء وتركيز، وعملنا يحتاج الى هدوء وتركيز، واتمنى ايضا من كل اخواننا في المكتب التنفيذي وايضا اخواني في الهيئه العامه اللي عندهم ملاحظات اخيره. احنا مثل ما تفضل دوله الرئيس مشكور وبلغ الجميع انه حتى اذا احنا مختلفين في شيء، حتى اذا احنا عندنا مشكله في شيء معين، مختلفين في وجهه النظر، يجب ان نترك كل خلافات وخلافات من اجل المصلحه العامه، مصلحه المنتخب الوطني والتاهل الى كاس العالم. لان هذا مو ملك حيوان الرجال ولا ملك 12 ويا اخواننا في الاتحاد الكروي. اليوم هذا الموضوع يهمنا العراق جميعا، موضوع فرحه الشعب، فرحه 45 مليون عراقي تنتظر هذه اللحظه. لذلك علينا ان نتجاوز، وانا